تيجيك ابتلاء امتحان شي مسائل من مسائل الدين، فكتمشي وكترون شي شويه ومن بعد كيعاود يثبتك الله وكتثبت وكتزيد. ايمانك بعدها يكون اقوى من ايمانك قبل الامتحان. مثال الشباب اللي شحال هادي تمتحنوا في القضيه ديال مصافحه المراه الاجنبيه، كنتي تدخل تسلم اللي تسلم بيدك واللي تعطيها وجهك تسلم عليها من الحنك واللي تعنق وبوس ومطمط، وانتم راك عارفين هادشي، راه حنا مغاربه وهادشي راه عندنا في العائله والاسر ديالنا، يعني هذا عرف، هذا كبرنا فيه، ما نكذبوش، هذا واقع. لا تبقى تحاول دير فيها زعما راه كبرتي في الدار ديال ابو الدرداء وابو هريره. استثناءات اللي كبرات في بيت ديال المشيخه والعلم والقران والالتزام والاستقامه اللي حلت عينها ولقات الدار كلها هكا. استثناءات ماشي القاعده العامه. القاعده العامه هي مطمط وكل شيء كيسلم على كل شيء، كونوا واضحين. ومن بعد فتح الله عز وجل بهذه البركه ديال هذه الصحوه، وتم جاي راجع الاسلام، جاي بشويه بشويه والالتزام والاستقامه، وبدات الناس تتفهم. من بعد بدا كرمك الله عز وجل، قطعتي بعدا الوقفه ديال راس الدرب والمخدرات والشراب والبليه، وبقيتي غير تتكبي صافي، زعما راه الدنيا هانيه. لا ماشي الدنيا هانيه. ومن بعد بديتي كتحافظ على الصلاه، من بعد القلب ديالك بدا كيذوق في حلاوه الايمان، وبدا كيبان لك ملي كتخرج من الصلاه وكتمشي مع الدوره وتشد القنت وكتجبد هذيك المصيبه الكحله وكتبغي تشعل وكتقول يلاه كنتنقيو عاد نبداو نخنازو ونتوسخوا، رميتها وقلت توكلت على الله ثم تبت الى الله عز وجل، وقطعتي هذيك المصيبه ديال الكار، وبديتي كتحافظ على الصلاه. الصلاه فتحت لك الشهيه لحاجه اخرى، بغيتي تفقه بصلاتك، حيت وقع لك انك واحد النهار جيتي مسبوق ما عرفتيش كي دير، بديتي كتنقل من ذاك اللي حداك، ولكن قلت الثاني غنبقى نقول، خصني نتعلم. وبديتي كتعلم تفتحت الشهيه لفقه الصلاه وفقه الطهاره. شويه اكتشفتي بلي هذيك الصلاه اول ما ستسال عنه يوم القيامه، قلتي حقا كيفاش هذا الفيلم ديال يوم القيامه والدار الاخره، لقيت راسك بلي عندك نقص في العقيده، خصك تفهم شي حويجات، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لقيت راسك خصك تضبط هذه المسائل، فبديتي كتلتزم بعض الدروس. وسط هذيك الدروس قال لك اودي راه الاسلام باش يحافظ لك على الاسلام ديالك والتدين ديالك، راه دار لك واحد السياج ديال الحمايه، من بينه انه ما قالش لك ولا تزنوا، قال لك ولا تقربوا الزنا، سد عليك الذريعه باش ما توصلش. قال لك وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا، هذيك هي ولا تقربوا الزنا، يبداها من غض البصر، حيت غتشوف في البصر غادا تحرك فيك الشهوه، غادا تقلب على كذا، غادي تبقى تجيبها. لا سيدي، قال لك غض البصر، يبقى القلب ديالك مهني، حذر عينيك، ها القران ها المصحف ها الحديث ها ما يرضي الله عز وجل، باغي تتفرج، عطى الله القنوات ديال الوثائقيات اللي تشوف فيها خلق الله والتفكر، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. فبديتي كتحرك في هذا الباب هذا شويه. قال لك اودي من بين الامور اللي غيحافظ لك بها على التدين ديالك ذريعه الوصول الى المراه عن طريق المصافحه. فقال لك الحديث فيه النبي عليه الصلاه والسلام لان يضرب الرجل في راسه بمخيط من حديد، وهذه قبيحه، قال لك هذه خير له، يعني افضل، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أفضل، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وانت بديتي كدير ديك وذيك يمس امرأة لا تحل له، حنا راه كنسلموا بالوجه، بدا النفس اللوامة عندك بدات خدامة، كتقول لك جمع راسك، عقلتي راه بسبب هذيك التسليمه وهذيك السلام من الوجه وكذا والتخليطه في العرس، وفي الليل راك عارف اش تيوقع، ديورنا هادو حنا عارفين اش فيهم، عارف ملي كتجمع الجوقه في العراسات اش كيطرى في الليل، عارف ملي كيعياو العيالات من الطياب ومن داك الشيء وكيمشيو يتخمدوا وكيبقاو القرطيطات كيطرطاو في الليل في دار العرس والدراري كيتلوعبوا، عارف اش كيطرى. لا ما تبقاو تغمضوا عينيكم بالغربال، راه كتجمعوا التخليطه في الدار ابو الحاج، باش كتمشي تتنعس راه هادشي اللي كيطرى عندك في الدار. سكتوا عرفتوا هادشي اللي طاري، الله يجيب الشفاء امين. فقلتي هذه القضيه كي غندير لها، واش نحمس واش كذا، وما اصلا شحال هذه راه بداو لك في الشدان، ودرتي لحيتها حتى هي الفقيه، ويلا البارح كنتي تتدير وبداو يحاولوا. انت قلتي لا، واخا يذكروني بداك الشيء الذي مضى انا استغفر الله واتوب اليه. الصحابه راه كانوا يعبدون الاصنام، ولما تابوا ودخلوا الاسلام تاب الله عليهم. فقلتي ما كاينش اشكال، انا ان شاء الله تعالى نمشي في هذا الخط هذا. ومن بعد طحتي في اول امتحان، من بعد ما خديتي القرار انك ما بقيتيش غتصافح النساء الاجنبيات، جاك الامتحان، جايه داخله خالتك وبنتها، خالتك ما كاينش اشكال، كتمشي كتسلم عليها وكتبوس الراس وكذا، وبنتها جايه لي حالك وجهتها هي كيف ولفتيها قاعده، فكدير ديك كترجع اللور، كتقول لك
ويا الله مد علينا عيب كتقول لها الله يجزيك بخير كيتنوض الروينه في الظهر، لا خالتك هادي وبغيتي انا تخاصمني مع اختي وهذيك راه بنت خالتك مالك اش فيها وانتم راه كلكم مراد هاد الحياه هادو وراه فين ما كتسميتو دماغكم فيه غير داك الشيء وكل على كاع الناس اللي كيسلموا كيديروا كذا وانتم اللي منويين وكيبدا يدخلهم شيطانهم فيصير الشيطان يتكلم بألسنتهم يجيشهم ضدك انت على ما تفهمهم المساله وتشرح لهم وتقول لهم راه امر النبي عليه الصلاه والسلام راه ماشي فيه القضيه ديال رشقات ليا ولا ما رشقاتش ليا او لا بانت ليا فيها ولا ما بانتش ليا فيها، فيه سمعنا واطعنا، الامتثال ابتداء ثم البحث عن الحكم بعد ذلك. علمنا الحكمه بها ونعم، ما علمنا الحكمه امتثلنا امر النبي عليه الصلاه والسلام وصافي وسالينا. لا وكتنوض انت تثبت، كتمشي في الليل كتنوض في الثلث الاخير من الليل وكتحط جبهتك الارض بعد ما توضيتي وكتبكي على سيدي ربي كتقول له يا ربي اجعل لي من هذا فرجا ومخرجا، حيت القلوب بيد من؟ بيد الله. كيجي عندك واحد كيقول لك راه والديا وتيقولوا لي كي غنقول لهم كيفاش كي غتقول لهم راه والديك هذوك راه التراب ديال الصباطهم فوق راسك، اش غتقول لوالديك؟ غتقول لهم ما كتفهموش، غتقول لهم جينا نقريكم؟ لا، تسأل الذي بيده قلوب والديك، صافي اخرج منها وكتبكي على سيدي ربي ومن بعد كتدوز القضيه بشويه بشويه. ففي الاول يعادونك وبعد ذلك يكلمونك وبعد ذلك يرضخون للامر ثم بعد ذلك يقرون ان ما فعلته هو الصواب. ومن بعد كتولي عندك واحد المرتبه معينه كيبداو يراعيو لك وكيبداو يردوا لك البال ويبداو ملي كتمشي كتزورهم في البيت كيبداو يقولوا لا راه جا فلان ولا جا كذا، تيبداو غير بوحدهم بنات خالتك كيبداو يقولوا السلام بخير لاباس عليك خويا لاباس عليك هاني الصحه لاباس الله يكثر خيرك بارك الله فيك، وكتولي كدوز الامور كتمشي بخير وعلى خير. ايمانك بعد هذه الحادثه يكون اقوى وارسخ واثبت في قلبك من قبلها. كيدوز امتحان كيتبتوا فيه بعد ذلك الصحابة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم بعد ذلك يتوب الله عز وجل على من شاء فيثبتهم بهذه الأمور. إذا لكاين شي درس في هذه القضية هذه اللي تكلمنا عليها، وأنه من اللي يجي الابتلاء حاول أن تتصبر مستعينا بالله عز وجل.